طيب في فيديو النهاردة هنتكلم عن زرار الستوب. هنقسم الفيديو ل4 نقاط. هنعرف ازاي بيشتغل وايه فايدته وامتى بنستعمله وليه ما ينفعش نستعمله بدون سبب. اول حاجة ده شكل زرار الستوب. طب الزرار ده له دايرة امان مخصصة اللي هي STB ستوب، ماشي. اللمبة دي منورة يعني كده كله تمام. لما انت بتضغط على الستوب تحت اللمبة دي بتفصل، فالكارتة بتعرف كده ان حد ضغط على الستوب فبتوقف الاسانسير فورا. ودي شكل الكارتة تمام، ودي لمبة الستوب اهي، ودي دوائر امان كاملة. كل دي دوائر امان. ليه زرار الستوب موجود وامتى نستعمله؟ زرار الستوب بيوقف لك الاسانسير في حالة الطوارئ، زي ان لو الاسانسير ما وقفش على الدور مظبوط او لو زحلق في الدور الاخير او الارضي ممكن توقفه بالستوب بحيث ان انت تخرج من الاسانسير. ليه ما ينفعش استعمل الستوب بدون سبب؟ بكل بساطة لان في حتت في البير مش مخصص ان الاسانسير يقف فيها، فلما الاسانسير بيقف فيها ده ممكن يؤدي لان قطعة تتكسر او اجزاء من الاسانسير تتضرر. زي ما واضح قدامك دي الكامة بتاعت الاسانسير المسؤولة عن فتح وقفل الباب. هوريلك دلوقتي جزء في البير ما ينفعش الكامة تقف فيه. زي ما لاحظنا ان الكامة وهي قافلة معدية بمسافة صغيرة. انت اول ما بتضغط ستوب الكامة بتفتح، فمعنى ان هي تفتح في الجزء ده ان الكامة هتتكسر. طبعا تكلفة التصليح بتبقى غالية. الحاجة التانية ان زرار الستوب له عمر افتراضي، كتر الاستعمال بيقلل العمر الافتراضي بتاعه، فلما ميكانيكية الزرار تبوظ بيبتدي الزرار يضغط لوحده. فممكن تبقى طالع في الاسانسير تلاقي الاسانسير وقف مرة واحدة. وفي حالات الاسانسير بيخلف فيها، يعني مثلا تيجي طالع الدور التالت وضغطت ستوب فالاسانسير وقف بين الدورين وسجلت له بعدها 3 تاني فطلع الرابع بس هو كاتب 3. في الحالة دي الاسانسير كده خلف. عشان ترجعه يعد مظبوط تاني لازم تطلعه الدور الاخير او تنزله الدور الارضي عشان يرجع يعد مظبوط تاني.